واحده نفسها تقلع الحجاب؟ كم واحده فعلا نفسها تقلع الحجاب؟ عادي يعني، دي مجرد حته طرحه محطوطه على الراس. اصل بصي هتقولي لي لا وحرام وعيب وانا ازاي وما اقدرش اقلع الحجاب والكلام ده، مش هصدقك، لان دول نسبه قليله جدا من الناس اللي بيبقى فعلا عايشين كده مع ربنا مش نفسها في اي حاجه في الدنيا. بس المعظم لا بيبقى نفسهم ان هم يقلعوا الحجاب. اصل بصي لو الموضوع سهل كان كل البنات تتحجب، لكن بيبقى صعب جدا. انت بتبقي شايفه واحده كده بقى شعر وميك اب ولابسه احلى لبس وعامله في نفسها احلى حاجه، وانت يعني متكتفه كده ومقفزه وبتاع وطرحه، فما اقولك نفسك تقلعي الحجاب ولا لا ما تقوليش لا كده وانت من جواكي هتموتي وتقلعيه، مش هينفع، لان جهاد النفس ده اصعب جهاد ممكن الواحد يقابله. خلينا نخش في الموضوع. عايزين نتكلم قبل الحجاب ايه وبعد الحجاب ايه. قبل الحجاب في بنات كتير قوي بتخاف ان هي تتحجب لاحسن يبقى شكلها وحش، يعني تقول لك ايه اما بلبس طرحه بيبقى شكلي وحش، هي شايفه كده، على الرغم ان في بنات كتير جدا اجمل بالحجاب. طب خلاص ربنا هداها وهتاخد الخطوه وهتتحجب، ما يتحجبيش غير وانت مقتنعه بده، لان الواحد لما بيعمل حاجه غلط بعد كده حد يقول له على كلام فيمشي وراه ويعمل الحاجه الصح دي بسهوله جدا، ممكن انت ترجعه عن رايه لان هو مش مقتنع بالحاجه دي من جواه، فعادي يعني بيبقى في مهب الريح كده تجيبه وتوديه. بس لما الواحد بيعمل حاجه صح عن اقتناع عمره ابدا ما يسيبها. يعني مش هتلاقيها مثلا ماشيه مشبره الكم زي ما بيطلع، مش هتلاقيها عامله اي حاجه تطلع موضه تقوم عامله الموضه دي، تلاقيها متمسكه جدا بحجابها لان هي اصلا عاملاها عن اقتناع، مش مجرد طرحه، ادب واخلاق وحاجات كتير قوي غير الطرحه برضو تسمى حجاب. اكبر دليل على ان في بنات كتير قوي بتتحجب وهي اصلا مش فارق معاها الحجاب وهو مجرد طرحه وخلاص، تيشيرت تتحط في اي وقت. لا مثلا طلعت البلكونه وقلعت الطرحه، طب يا حبيبتي ما هو البلكونه برضو ممكن حد يشوفك، ممكن ناس معديه بتاع، دي ناس برضو. لا انا في البلكونه على فكره، انا في البيت عادي. لا مثلا راحت المصيف قلعت الطرحه لبست مايو، ايه يا روحي ما هو اللي في المصيف برضو ناس من كوكب البشر مش من كوكب تاني. لا اصل عايزه مصيف بقى كبري مخك وبتاع، لابسه الطرحه ولابسه نص كم، دي واحده مقتنعه بالحجاب؟ بصي حبيبتي انت دلوقتي اتحجبتي خلاص الحمد لله وربنا كرمك وبتاع، شكلي وحش بالحجاب. فاكرين فيلم اسماعيل ياسين لما كان بيقعد يقول له قول انا مش قصير وقزع انا طويل وهبل؟ انت اتعاملي مع نفسك بالمبدا ده، انا حلوه وزي الفل، انا وظف نظر الكل. اتعاملي كده بالحجاب بقى، من غير الحجاب، بالميك اب، من غير الميك اب، انت مقتنعه بنفسك في اي شكل، فالحجاب مش هيوحشك بالعكس. انا دلوقتي قدامي حاجه طالعه اسمها الموضه. اتعامل مع الموضه دي ازاي؟ بصي يا ماما شوفي الموضه دي بتتناسب مع مبادئك الحجاب الطرحه العاديه دي ولا لا. يعني ايه؟ انا دلوقتي محجبه الطرحه العاديه، طلعت موضه الاسبانش، فانا ايه بينت رقبتي وبتاع وكده عشان تبقى تمام، ده متناسب مع مبادئك ولا بيقلل منها ولا بيعلي منها؟ اللي يقل بلاش منه، اللي هيخليكي على نفس المستوى ماشي، لو هيخليكي تعلي يعني الطرحه كانت قصيره لا بقت اطول شويه، كان لبس بناطيل لا بقت جيب حلو. يعني دلوقتي مثلا اللي طالع الموضه السكيرت، تلاقي بقى المضلع والمنقوش والساده وكل البنات لابسينها وفرحانين بيها جدا وموضه اخر موضه. جينا السنه اللي بعدها لقينا اللي طالع الموضه الهوت شورت، هتلبسي ده لمجرد ان هي موضه؟ يا بنات من فضلكم احنا بنشوف دلوقتي ارجوزات ماشيين في الشارع، ارجوزات حبيبتي، واحده عملت حاجه معينه، حاجه على الموضه لايقه عليها، جيت انت عملتيها مش لايقه عليكي ما تعملهاش، ارجوكي ما تعملهاش. يعني انا زمان وانا صغيره كده الحمد لله ربنا تاب عليا دلوقتي، تحب ابتكر حاجات بقى واخترع حاجات مش عارفه ايه، فكنت بجيب الانسيال اللي احنا بنلبسه في ايدينا ده، كنت اجيب اشكال كده واقوم حاطاها هنا كده على الطرحه، وكنت امشي بقى ايه يا ارض تهدي ما عليكي قدي، وفرحانه بنفسي قوي وفاكره نفسي ان انا روشه، بس ما كنتش روشه، الناس كانت بتقعد تضحك عليا غيراني انا شكلي حلو، كنت مصدقه نفسي ومقتنعه بنفسي قوي، كنت فاكره نفسي انها كده حلوه بس انا ما كنتش حلوه، كان شكلي عبيط. دلوقتي بقيت خلاص طالع حاجه موضه، الموضه دي حلوه عليا اوكي هعملها، مش حلوه عليا مش هعملها. الموضه بالنسبه لي اللي يليق عليه حتى لو من 10 سنين. طيب الحمد لله انا مقتنعه بالحجاب ولبست الحجاب ولبست على الموضه اللي لايق عليا، الموضه اللي لايق عليا. عندي واحده صاحبتي بقى بحبها قوي وبنت خالتي اختي، بس هي مش محجبه وانا هموت واخليها تتحجب، يعني بجد هيبقى شكلها فعلا اجمل بالحجاب، اتعامل معاها ازاي؟ ربنا بيقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لما سيدنا الحسن والحسين لقوا راجل كان بيتوضى غلط، كان ممكن يروحوا يقولوا له لا الوضوء الصح كذا كذا، لكن هم اتعاملوا معاه بحكمه، راحوا هما الاثنين قدامه راحوا عشان يتوضوا وعمالين يتسابقوا مين يتوضى اصح واحسن من التاني، فالراجل كده لقط ايه؟ لقط الوضوء الصح من غير ما يقولوا له على الوضوء الصح. دلوقتي زميلتي في الشغل او في الدراسه وانا بصلي وهي ما بتصليش، خدي ده مبدا في اي حاجه، انا بصلي وهي ما بتصليش، انا مش هقول لها تصلي، بس اول لما الاذان ياذن هتلاقيني بجري على سجاده الصلاه. طب واحده صاحبتي دلوقتي مش محجبه او قريبتي او حد انا بحبه ونفسي ان هي تكمل بالحجاب، اخلاقها طيبه وكل حاجه، مش هقول لها تتحجب، بس هتلاقيني اشيك بنت محجبه على قد ما اقدر، فهحببها في الحجاب بطريقه غير مباشره. ودايما ادعوا بدعاء مهم قوي يا بنات يا محجبات، اللي عايزين تمشوا على الموضه، اللي عايزين تبقوا حلوين،
او حتى المحجبات لابسين خمار او لابس طرحه عاديه ايا كان. يعني دلوقتي بنشوف بنات كتير بتخلع الحجاب، فما تغريش نفسك لما تكوني محجبه بقى وشايفه نفسك انت التمام وانت الصح وكل الناس فاسقين وكل الناس وحشين. دايما ادعوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لان بنشوف الفتن اللي حوالينا غصب عن الواحد اوقات بيضعف، لان كل واحد عنده غلط معين بيغلطه وما نقدرش نتحكم في ده. فدايما ندعي بدعاء مهم جدا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بعد كل بقى الكلام اللي احنا قلناه ده، والحجاب واللي خلعوا الحجاب واللي لبسوا الحجاب والموضه ومش الموضه والناس اللي ملتزمه بالحجاب الصح والناس اللي ملتزمه بالموضه والتربون والمش عارفه ايه، ماليش انا في الكلام ده الحقيقه. عايزه اقول لكم على حاجه، بعد كل ده الناس على فكره مش بالمظاهر، الناس مش بالمظاهر ابدا. احنا بنلاقي كتير واحده منتقبه ولكن ما فيش اخلاق، الاخلاق معدومه، وبنلاقي واحده بشعرها منتهى الاخلاق ومنتهى الاحترام ومنتهى الادب. طبعا مش كله، في ناس فعلا بتبقى ملتزمه جدا بالنقاب او بالحجاب وتبقى فعلا خير مثلا البنت المسلمه او المراه المسلمه، وبنلاقي ناس تانية لا، يعني كل قاعده وليها شواذ. ولكن دايما ما نحكمش على الناس بالمظهر، ولكن احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل حاجات الصح كده مع بعض، فكلنا بنغلط. فما يجيش بقى حد مثلا ربنا انعم عليه بنعمه معينه زي النقاب مثلا او الخمار تبتدي بقى تتعامل مع كله، لا الحجاب بتاعك ده غلط، ازاي اللي انت عاملاه في نفسك ده، ازاي ميك اب مع الحجاب، ازاي طرحه صغيره، ازاي حجاب امهات المؤمنين، مش عارفه اهدي يا ماما، اهدي على نفسك كده يا حبيبتي، واهدى يا بابا اهدى. لما تبقى انت بس ملاك كده جاي لنا من السما يبقى تعالى حاسبنا. مش الحجاب الصح، انا متفقه معاك مش الحجاب الصح، بس على فكره دي مش طريقه دعوه. ما تدعوش حد كده، ما تقعدش تغلط في ده وتحكم على الناس ده صح عشان ده لابس لبس كويس، ده غلط عشان ده لابس لبس وحش. الناس مش بالمظاهر ابدا 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 ابدا. فلازم لما ما نتعاملش مع الناس بمظاهرهم خالص. المظاهر دي اخر حاجه ممكن اصلا نبص لها، نتعامل مع الناس باخلاقهم اخلاقهم اخلاقهم. حاجه كمان اخيره، ان لو انت شايفه نفسك حلوه بجد الناس هتشوفك حلو بالحجاب من غير الحجاب، بالميك اب من غير الميك اب، بلبس شيك من غير لبس شيك. انت شايفه نفسك حلوه فطبيعي الناس هتشوفك حلوه. الحجاب مش هيفرق معاكي في حاجه، ان انت تلبسي بنطلون تقعدي تفتني الشباب او ان انت تعملي حاجات غلط، ده مش هيكبرك في نظرهم، ده مش هيجيب لك عريس، لان ده بيبقى نصيب. فانت طول ما انت متمسكه بحجابك انت متمسكه عشان نفسك وعشان ربنا اللي خلقك، مش عشان الناس، مش عشان كلامهم، مش عشان العرسان، مش عشان اصحابك محجبات فانت اتحجبتي زيهم. مفيش الكلام ده. اعملي اللي انت مقتنعه بيه عشان تقدري تعمليه صح. ما تجيش اي كلمه تتقالك كده تلاقي نفسك ايه مشيتي مع الريح كده، مش فارق معاكي اصلا اي حاجه. فالواحد لما بيعمل حاجه عن اقتناع تبقى اجمل بكتير قوي لما يكون بيعملها لمجرد ان هو يرضي الناس. فانت حلوه عشان انت حلوه، عشان شايفه نفسك حلوه، عشان ربنا جميل بيحب الجمال، بيخلقش الا كل جميل. كل واحده فيها نقطه قوه، نقطه قوه دي هي فعلا اللي بتحليها. والحجاب مش هيفرق في شكلك في حاجه، بالعكس ده ممكن يخليكي اجمل وارق واحلى لما تلبسي الحجاب.